السلام عليكم، مرحبا بجماهير الترجي. نحكيو بلا مجامله، بلاش تزييف حقائق اللي ثم نحكيوه. سامحني، توا احنا نحبوا كرة القدم التونسية تولي قوي. يقول لك اعمل كيف جارك ولا حاول باب دارك، هذا مثل معروف. سمعتوا بيك الموضوع اللي تطرحها تضرب مصالح وكذا وكذا. الكلاب وسائل الاعلام كل واحد يحكي ايش يحب، ولكن حاجتنا بالفعل. احنا الفعل شنو قاعد صاير؟ الفعل الشركة الراعية نتاع الترجي باش تكون داعم رئيسي في كأس أفريقيا. خليني ساكت، أنا الجمهور يفهم اللي يتفرج. باش تكون الداعم يعني الاستشهار مسيد معناه باهي. يعني شفت ماذا بينا كل فريق ينزل يخدم يخدم يخدم. شوف شنو صار. هذه حاجة إجابة. ترجي ظهري ما تعبش روحه في الإجابة، تجي واحد إنجاز عملوا الترجي مرة أخرى بخلاف الاستشهار نتاعو. المغازة بتاع النادي الأفريقي اليوم، نتاع الترجي الرياضي اليوم، باش كبرت هي ديجا البلان حضر، الدنيا حضرت. الاستقبال اليوم باش يكون الفيديو نتاعي يمكن اللي عامله هدايا هو قبل ما تصير التدشين نتاع المغازة بلحظات، تو تشوفوه متصور في حلقات قادمة. الترجي عمل أكبر مغازة في إفريقيا لبيع الملابس الرياضية. الترجي عنده فروع راهو في معظم ولايات تونس، وزاد المغازة اللي في حديقة الرياضة ب زاد كبرها ودشنوها ولات مغازة عالمية. في الارقام القياسيه احسن مغازه في افريقيا، يعني حطوا في بالكم راهي خير من مغازات الاهلي ومغازات الزمالك اللي هما زوز فرق عندهم الاستشهار كبير. يعني الترجي قاعد يخدم. ما نقولش انا النادي الافريقي ويني مغازتك، وما نقولش لا ما عندي مقول، خاطر الموضوع هذا نحكي فيه على شنو صاير بالضبط في الترجي اليوم. شوفوا الحاجه، شوف الانجاز، انجاز كبير، مغازه معناها كبيره راه. هذه الرمز اللي تكون ترمز الى الترجي، والفروع موجودين وكبار، هاكم شفتوهم في شارع باريس لنا موجودين. به يعني الترجي قاعد يخدم. الفرق الاخرى يلزم يعملوا مغازات ولا لا؟ يلزم يعملوا مغازات. به نحكيو تو على كان تفرجت في جمال الامام، حكى وقال شنو معناه يأجلوا مقابلة الترجي وما أجلناش مقابلتنا احنا. قل لي أنت، علاش ما تكونش عندك الدهاء نتاع إدارة الترجي واخرج منها؟ سهلة الحكاية، شفت محلها ذكاء. يلا غالب كل واحد اش عطاه ربي. إدارة الترجي اختاروا الصفرة نتاعهم نهارة المقابلة ضد اتحاد بلقردان. قانونيا مع الفيفا أمور منظمة واضحة. كيفاش أنت فريق ماشي يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية حتى الصفرة نتاعو، وأنت باش تلغي له الصفرة نتاعو؟ كي تلغي له صفرته بالطبيعة ما عادش ينجم يمشي. مش تحرموا من مشاركة إفريقية سهلة. شفتوا كيفاش مسؤولي الترجي يتعاملوا بذكاء كبير؟ ما على مسؤولي الفرق التونسية إلا التعامل بذكاء كبير. شيء ما تنجمش تكون إلا ما تكون ذكي. باهي، تو باش نحكي موضوع يخص يوسف المساكني. يوسف المساكني نعرفوه مش صحيح في الترجي. عندي وجهة النظر نتاعي نحكيها، ما تخصش تونس كاملة، تخصني. يوسف المساكني الملاعبي هذا أسطورة في كرة القدم التونسية، رجع على الترجي ما كانش يكور. لما لا؟ لما لا؟ باش نقولها لما لا. علاش ما يكونش متواجد في كأس أفريقيا؟ علاش ما يخش الفرصة نتاعو؟ سامحني، احنا في كأس أفريقيا باش نهزوا 26 ملاعبي. يا الندرا الملاعبي رقم 26 و25 و24 حتى رقم 20، يا الندرا باش يكونوا فاعلين في كأس أفريقيا؟ صدقوني لا. يوسف المساكني كي تهزوا وانت، نعطي مثال، تهزوا الملاعبي في صالح كرة القدم التونسية رقم 26. ثم مقابلة من المقابلات في الدور الأول تلعب يوسف المساكني ربع ساعة. افهموني مليح، تلعب يوسف المساكني ربع ساعة. إذا كان يلعب يوسف المساكني ربع ساعة يحطم رقم قياسي إفريقي، اللي هو الملاعبي هذا شارك في كأكبر لاعب، أكثر لاعب شارك في الكؤوس الإفريقية. الرقم هذا عند الغاني هذا ولد ساموليتي ولا شكون، ولد ابي دي بيلي، اللي هي
الغانا ماهيش مترشحه لكاس العالم، الرقم هذايا باش ياخذوا يوسف المساكني، هو معاهم هو وريغبير سونغ اللاعب المنتخب الكاميروني سابقا. علاش احنا كتونس مصر تفتخر بالارقام القياسيه ويحبوا رقم قياسي ياخذوه في اي حاجه؟ احنا تونس جتنا فرصه اللي دينا ما في بالكمش اللي تنجم تستغل يوسف المساكني معناتها رقم قياسي افريقي يبقاو يحكيو عليه في القاره الافريقيه. شفت لهنا الهف، نحبوا الهف هذا يكون موجود، ماذا بينا الصوت نتاعنا يوصل. سهله الحكايه، ما حكيناش بعاطفه، صحيح عاطفه مع المنتخب التونسي ونحب رقم قياسي يصير، اما ان شاء الله يصير. سهله الحكايه، رقم قياسي ينجم يصير كي تلعبوا ربع ساعه. انت كي باش تهزوا مع 26 ملاعب ما باش ياثر وما باش ينقص وما باش يزيد. ان شاء الله كما عملوها الكامرونيين وعملوها الغانيين، كي يجي عندهم لاعب يلزم يكون عنده رقم قياسي لعبوه. علاش احنا ما نعملوهاش؟ الكاميرون لعبوا روجي ميلا في كاس العالم عام 94 باش يحطم رقم قياسي كاكبر لاعب مشارك في كاس العالم. مصر عملوها، لعبوا الحضري باش يكون اكبر حارس مرمى في كاس العالم. مصر لعبوا حسام حسن باش يكون اكبر لاعب يسجل هدف في كاس افريقيا. وانت علاش ما تعملهاش مع يوسف المساكي؟ ان شاء الله موضوع قابل للنقاش، وان شاء الله تكون القلوب صافيه في تونس باش الملاعب هذا ياخذ رقم قياسي لتونس مش ليه. والسلام عليكم.